عمرك سألت نفسك ليه في واحد في الشغل او في الشله كلامه هو اللي بيمشي حتى لو ما كانش هو الاذكى؟ وليه دايما بتلاقي واحد تاني شاطر جدا ومجتهد بس دايما مركون على الرف وكأنه ملوش لازمه؟ خليني اقول لك الحقيقه من غير تجميل، العالم مش ماشي بالعدل، العالم ماشي بقوانين القوه. يعني لا اللي فاهم اكتر هو اللي بيكسب ولا حتى اللي بيتعب اكتر هو اللي بيكسب. اللي بيكسب بجد هو اللي فاهم اللعبه كويس. انت ممكن تكون اذكى واحد في المكان بس محدش بيسمع لك، وممكن تبقى شايف ناس اقل منك بكتير بس الكل عامل لهم الف حساب، وده علشان في قواعد محدش قالك عليها. بس خليك عارف انك لو فهمت القواعد دي هتعرف تاخد حقك وتفرض احترامك على الكل من غير ما تبقى شخص وحش وحتى من غير ما تمثل. خليك مركز معايا لان الكلام اللي هقوله لك ده مش كلام تنمية بشرية نهائي، ده واقع يا اما تفهمه وتكسب يا اما هيتلعب بيك طول عمرك. والقاعدة الاولى اللي لازم تمشي عليها هي انك تكون زي اللغز وما تكشفش كل ورقك للناس. اكبر غلطة بيقع فيها الناس الطيبة انهم بيبقوا اللي في قلبهم على لسانهم. يعني اي حد يسألك بتعمل ايه او ناوي على ايه يحكوا له كل حاجة بالتفاصيل، ويمكن انت كمان بتعمل كده بحسن نية، بتبقى فاكر ان الصراحة قوة، بس الحقيقة اللي عاوزك تعرفها ان في عالم القوة الكلام الكتير بيقلل من هيبتك، وكل ما تتكلم اكتر كل ما بقيت متوقع اكتر، والشخص المتوقع سهل جدا انه يتلعب بيه. جرب كده مرة لما حد يسألك ناوي تعمل ايه رد عليه باختصار وقول له لسه بفكر وما قررتش، وشوف وقتها وشه هيتغير ازاي، لانه كان متوقع ان انت تقول له الحقيقة كل مرة. الغموض بيعمل رهبة، بيخلي اللي قدامك حاسس ان في حاجة هو مش فاهمها، والانسان بطبعه مش بيخاف من اللي فاهمه لكن بيخاف من اللي مش فاهمه. فلو عندك خطة لمشروع او خطوة جديدة ما تعلنهاش قدام اي حد، وخلي النتيجة هي اللي تتكلم في الاخر. وخلينا افكرك بالمثل اللي بيقول داري على شمعتك تقيد، وعلى فكرة ده مش بس مثل، ده قانون بقاء بالنسبة لك. وتاني قاعدة معانا هي ان سمعتك بمثابة الحصن بتاعك، وسمعتك بتوصل للمكان قبل ما انت توصل بنفسك. في ناس اول ما اسمها بيتقال الكل بيقول خلي بالك ده مش سهل، وفي ناس اول ما اسمها بيتقال الناس بتفضل تضحك. فانت بقى دلوقتي قول لي انت عاوز تبقى انهي واحد فيهم؟ سمعتك يا تفتح لك ابواب يا تقفلها في وشك. فلو الناس عرفت ان كلمتك واحده وانك مش بتتهز فانت كده مش هتحتاج انك تزعق ولا تثبت حاجه لاي حد. القوه مش في انك تعلي صوتك، القوه هي ان الناس تبقى عارفه انك لو قررت هتنفذ حتى لو كنت ساكت. فانت ابني لنفسك سمعه وخلي لك حاجه اول ما تتقال الناس تفتكرك بيها، ولو حد حاول يوقعك ما تردش بعصبيه لكن رد بنجاحك. والقاعده الثالثه معانا هي انك تخلي الناس تعتمد عليك. القوه الحقيقيه مش منصب، القوه هي انك تبقى ضروره، علشان في فرق كبير بين واحد الناس بتحبه وواحد الناس محتاجاه. الاول لو مشي الناس هتزعل عليه، لكن التاني لو مشي الناس هتتشل من غيره ومش هتعرف تتصرف. فخلي دايما عندك حاجه محدش يعرف يعملها زيك، خلي لك بصمه خاصه علشان كل ما الناس تعتمد عليك كل ما قيمتك هتعلى بينهم. والقاعده الرابعه معانا هي انك تختار المعارك بتاعتك. في ناس بتضيع حياتها في خناقات ملهاش اي لازمه، كل كلمه لازم يترد عليها، كل راي لازم يتثبت عكسه، وده على فكره مش قوه، ده استنزاف. علشان القوي اللي بجد هو اللي بيعرف امتى يسكت. مش كل حد يستفزك يستاهل انك ترد عليه، ومش كل نقاش يستاهل انك تتدخل فيه. فانت اسال نفسك قبل اي رد، هل ده هيزودني ولا هيضيع من وقتي؟ وخليك عارف ومتاكد ان الجدال عمره ما بيغير حد، لكنه دايما بيخلق عداوه. فانت خلي افعالك هي اللي تتكلم، وخليك عارف ان السكوت ساعات بيكون اقوى رد. القاعده الخامسه والاخيره معانا هي ان الهدوء سلاح الناس التقيله، وركز معايا في دي كويس قوي. اخطر شخص في اي موقف مش اللي بيزعق، اخطر شخص هو الهادي. لما يكون الكل متوتر وانت بتكون هادي فانت كده المتحكم في اللعبه كلها. الانفعال بيخليك تغلط والغضب بيخليك تندم، لكن الهدوء بيخليك تشوف حاجات غيرك مش شايفها. فلو حد غلط فيك ما تنفعلش، اهدى وفكر وشوف واسال نفسك يا ترى ايه الرد اللي يوجعه من غير ما يوقعني في اي غلط. القوه الحقيقيه يا صديقي هي انك تبقى سيد مشاعرك مش عبد ليها، علشان اللي بيقدر يتحكم في نفسه هو اللي يقدر يتحكم في اي موقف وفي اي شخص. فكر في الاول لما سألتك ليه في ناس كلامها بيمشي، علشان عرفنا ان الموضوع مش ذكاء ولا حظ، كل الحكاية انهم فهموا اللعبة كويس. وسؤالي ليك، هل انت هتفضل تتفرج ولا هتبدأ تلعبها صح؟ اثبت لي نفسك في التعليقات، ولو موضوع حلقة النهاردة عجبك اكتب لي ايه الموضوعات اللي تحب نتكلم فيها قدام، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان الفيديوهات اللي جاية هتفيدك كتير. سلام.